السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا الصلاة على رسول الله ونور الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا كذلك أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. في هذا العدد أعزائي المشاهدين راح نتطرق للحديث عن تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي. متأسف في هذا الوقت متأخر نتحدث يعني إشغالات، ولكن نتحدث ما قاله خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، وتطرق إلى عدة نقاط من بينها عن الإقصاء المر من المونديال والتفكير في التحديات القادمة، وعن حديثه عن منحه الفرصة للاعبين الجدد. وكما صرح عن بولحي وبرر استدعائه لكريم عليبي وعن مهدي ليريس الوافد الجديد الذي سوف يمنحه خيارات أخرى في المنتخب الوطني، وعن وافد الآخر رايان أيت نوري الذي غير جنسيته بالفعل وسوف يلتحق بالخضر شهر مارس، وعن فارس الشعيبي كذلك. كما أنه صرح غير راضي عن تصريحات إبراهيمي، بالإضافة إلى الحديث عن يوسف البليلي الذي يواصل تقديم عروضه القوية. واليوم الأحد حيث تلقى فريق أجاكسيو مع فريق نانت، وكان مسجل هدف ومنح تمريرة حاسمة. يعني كل هذا راح نتطرق بالتفصيل في هذا العدد أعزائي الكرام. أولا، عبر الناخب الوطني جمال بلماضي عن حسرته لغياب المنتخب الوطني عن كأس العالم قطر 2022، مشيرا إلى أنه لا يطيق الانتظار لانطلاق هذا الحدث العالمي الكبير، وفي نفس الوقت يتطلع لنهايته سريعا. وعن رأيه بتنظيم قطر قال: كنا نشعر في قطر كما لو أننا نلعب على أرضنا في الجزائر، من المحبط أن لا نتواجد هناك للأسف. وتابع: قطر ستنظم بطولة عالمية عظيمة لعشاق كرة القدم. وعن الإقصاء الخضر من تصفيات المونديال أمام منتخب الكاميرون قال خلال ندوته الصحفية أن هناك جزئيات كما قلنا لابد من ذكرها والوقوف عندها. لقد ضيعنا خدمات سفيان فيغولي ورامي سبعيني في لقاء الإياب. وأن البعض تساءل لماذا أقحم يوسف عطال في الجهة اليسرى رغم أنه كان يلعب في هذا المنصب. قال: عندما كان لاعبا في نادي بارادو. زد على ذلك: حكم اللقاء الذهاب جوجوا بوندو منحنا قال بطاقات صفراء مجانية مثل التي تلقاها رامي بسبعيني وحرمته من اللعب في لقاء العودة. وأضاف الناخب الوطني: كنا نملك لاعبين أفضل من الكاميرون، لكن هذه العوامل وأخرى لم تساعدنا. وختم حديثه: بصراحة صدمة الإقصاء كانت قوية جدا، علينا أن نتحملها ونتعايش معها، وأنا واثق من أنه كان بإمكاننا الذهاب بعيدا في المونديال. وتحدث الناخب الوطني عن منافسي المنتخب الوطني في الموعدين يعني الوديين القادمين ضد منتخب المالي والسويد يوم 16 و 19 نوفمبر على التوالي. واعتبر الناخب الوطني أن اللعب ضد منتخبات قوية مثل المالي والسويد سيضع لاعبيه في وضعيات صعبة ستساعدهم على التطور والجاهزية لقادم الاستحقاقات. وقال عن المالي أنه منتخب يضم في صفوفه لاعبين من مستوى عالي يلعبون في أوروبا، من يلعب كذلك في رابطة الأبطال. وعن المنافس الآخر للخضر هو المنتخب السويدي، حيث قال أن هذا المنتخب يحتل يعني المركز ما بين 20 و 25 عالميا في تصنيف الفيفا للمنتخبات. ستكون مباراة من نوع آخر بالنسبة لنا ضد منافس لديه ثقافة كروية أوروبية، وهو ما سيضعنا في وضعيات صعبة، لأن كرة القدم الأوروبية لديها مستوى عالي جدا. هناك لاعبين كبار وأسماء بارزة في هذا المنتخب تلعب في اليونايتد ولايبزيغ وغيرها من الفرق الأوروبية القوية. وعن الهدف الرئيسي من هاتين المباراتين التي يعتبرهما يعني مناسبة لمنح الفرص للاعبين جدد واللاعبين الآخرين الذين لم يحصلوا قال على فرصة كاملة في المباريات السابقة من أجل البرهنة على مستوياتهم. كما كشف الناخب الوطني عن حزنه الشديد لوضعية الحارس رايس وهب بلحي بسبب اضطراره للعب في الدرجة الثانية من الدوري السعودي، معتبرا أن مكانته في مستوى أفضل بكثير. ومن جهة أخرى أكد بالماضي أن منبلحي ما زال قادرا على العطاء، لا سيما وأنه يملك رغبة لمواصلة اللعب والدفاع عن المنتخب الوطني وألوانه. وقال أنه ما زال قادرا على اللعب لسنوات أخرى رغم يعني تقدم سنه، ويبقى حارسا كبيرا بإمكانه قال مساعدة المنتخب الوطني الجزائري. يعني الناخب الوطني تحدث عن رايس بولحي وحزنه يعني اللي أصبح في الدرجة الثانية، وقال يعني بولحي المستوى نتاعو أكبر من ذلك. وعن المنتخب الوطني قال ما زال قادر يقدم مستويات يعني لسنوات مع المنتخب الوطني. وعن كريم العريبي حيث برر الناخب الوطني يعني كما قال عن الدعوة لمهاجم شباب بلوزداد بغياب الثنائي بغداد بونجاح وكذلك أندي ديلور بسبب إصابة ديلور وتوقف بطولة قطر بالنسبة لبغداد بونجاح.
إلى ذلك أوضح بالماضي أن عريبي ورغم اجتيازه يعني لفترة صعبة لعدم تسجيل الأهداف لأنه يملك إمكانات قال كبيرة، مشيرا لأنه تألقه سابقا في الدوري التونسي وتجربته مع نيم بفرنسا. وأضاف أن العريبي سيحظى بفرصة مشاركة في المباراتين الوديتين أمام مالي والسويد، وبعدها سيلتحق من السويد مباشرة المنتخب الوطني بدبي، يعني قبل أن تبدأ المنتخب المحلي للشان. أما عن الوافد الجديد الآخر مهدي ليريس، حيث كشف الناخب الوطني في الندوة الصحفية أن الوافد الجديد الخضر لاعب سامدوريا الإيطالي مهدي ليريس سيمنحه خيارات عديدة في الدفاع والوسط، مشيدا بإمكاناته كلاعب خريج المدرسة الفرنسية ثم لعب لعدة أندية في إيطاليا قبل الانضمام إلى سامدوريا. وأوضح الناخب الوطني بأن ليريس الذي ينشط في بطولة قوية ويملك ثقافة تكتيكية جيدة، لاعب متعدد المناصب، بإمكانه اللعب كمدافع أيمن أو في الوسط الميدان، معتبرا أنه يمنحه حلولا إضافية بالنسبة لتوظيفه في المنتخب. وكشف البعض كذلك أيضا عن الوافد آخر للبيت المنتخب الوطني. الأمر يتعلق باللاعب برايان أيت نوري مدافع فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، حيث قال إنه كان على تواصل مع نوري منذ 2019 قبل أن يستلم الاتحاد الجزائري الفافا الرخصة الدولية من الفيفا بخصوص اللاعب منذ نحو 3 أيام خلت، ذلك أنه يعني مثل ألوان منتخبات صغرى بفرنسا. ولأسباب عائلية قال لن يحضر أيت نوري وديتي المالي والسويد، سيشارك بالمقابل في مواجهة النيجر أواخر شهر مارس 2023 برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أفريقيا 2024. كما تطرق الحديث كذلك عن فارس شعيبي 19 سنة محترف بفريق ونادي تولوز الفرنسي، وأعطى موافقته بارتداء يعني زي محاربي الصحراء، ويمكنه أن يحضر كذلك قال في مواجهة النيجر مارس 2023. وهو لاعب ينشط في منصب صانع ألعاب وأيضا مهاجم. وقال الناخب الوطني لا أحب إبعاد لاعبين بسبب التقدم في السن، وما يهمني هو الاستعداد الذهني وامتلاك القدرات الفنية الممتازة. وعن ياسين براهيمي قال الناخب الوطني براهيمي حر في تصريحاته مثل ما هو الشان لسليماني أو زميل آخر لهما، لكن الناخب الوطني قال إن متوسط ميدان نادي الغرافة القطري لم يحضر مواجهة الكاميرون، ولو شارك لكان له رأي آخر. يعني حسب ياسين براهيمي يعني ما شاركش في مباراتين الذهاب والإياب ضد الكاميرون، لذلك يعني لو شارك لكان الرأي الآخر. وهنا نفهم أن هنا تصفية حسابات بين المدرب واللاعب والمدرب، لذلك يعني ياسين براهيمي يخرج بهذه التصريحات، وبالماضي قال حر في التصريحات نتاعو، لو شارك لكان له رأي آخر من سليماني الذي صرح أن يعني سبب الخسارة وعدم التأهل هو قصامة، إضافة إلى حتى رياض محرز كان صرح على موقع كاري أن سبب الخسارة هو الحكم الفاسد اللي قام ببكاري قصامة. لذلك كما قال هو حر، ولكن لو شارك لكن له رأي آخر، هذا يعني ياسين براهيمي. وكما تقدم الناخب الوطني بتشكرته إلى الجمهور الجزائري الذي يساند محاربي الصحراء بقوة داخل وخارج الوطن، وقال إن قليلا من الفرق العالمية من تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة مثل الخضر، لكن بالماضي استطرد القول ودعا الأنصار إلى ضرورة احترام المنافسين على غرار النشيد الوطني. يعني جبنا لكم بعض التصريحات المهمة يعني في نقاط عن الناخب الوطني جمال بالماضي وما صرحه عن اللاعبين الوافدين الجدد، وعن أسباب غيابات بعض اللاعبين الآخرين، وبعض اللاعبين مثل آيت نوري سوف يحضر هو، وكذلك فارس شعيبي، وقال 4 لاعبين سيكونوا حاضرين في مارس 2023 في رسم يعني مباراتين جولتين الثالثة والرابعة أمام النيجر. أما عن يوسف البلايلي حيث استمر مساء الأحد في الإبهار مع فريقه الجديد أجاكسيو، تعادل فريقه بهدفين مثلهما مع المضيف نادي نونت في مباراة لعبت برسم الجولة 15 من البطولة الفرنسية. وسجل البلايلي الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء الدقيقة 57 من عمر اللقاء، كما صنع البلايلي الهدف الثاني لفريقه أجاكسيو في مرمى نادي نانت بتمريرة حاسمة في الدقيقة 66. مدرب أجاكسيو بقرار غير موفق قام بإخراج بلايلي الدقيقة 72 لتكون تلك هي نقطة التحول التي ساهمت بتراجع فريقه أجاكسيو الذي ضيع الفوز في النهاية وتعادل، خرج متعادل 2-2. كما قلنا بلايلي لعب 5 مباريات مع أجاكسيو، ساهم في 5 أهداف، سجل 3 وصنع 2، وهذا أكثر من سجل وصنع أهدافا معهم في الدوري الفرنسي خلال هذا الموسم. مدرب كما قلنا مدرب أجاكس هو كان السبب، يعني عندما أخرج يوسف البلايلي تحولت المباراة ما كان فايز 2-1 انتهت بالتعادل 2-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.